من مدينة المحمدية. نحن طبعا نتواجد بمهرجان الزجل في النسخة 17 بإقليم بن سليمان، ومن هذا المنبر نشكر جميع المسؤولين على هذا المهرجان طبعا اللي كيتيح لنا واحد الفرصة أننا نتلاقاو مع الإخوان الزجالة ديالنا طبعا اللي كنتمناو من هاد المهرجانات انها تعمم سائر مدن المملكه المغربيه. وهاد الناس كنشكروهم، رغم بعض الناس كيقولوا بانهم راه قصروا حق الزجالين هذه، على الاقل راه كيديروا لنا واحد الفضاء ديال التواصل. وما نكرهوش كنا جميع المدن المغربيه ديال بحال هاد البوادر هذه على الاقل نبقاو نتلاقاو حنا واحد جوج المرات او ثلاثه يعني مثلا في السنه. وهذه راه كنظن بادره اللي غتكون زوينه للزجالين. ومن الملاحظ بان الشعراء او الزجالين مهمشين. احنا بغينا جميع الفنانين، لان الزجال رسام او شاعر او ملحن او مغني كلهم كيتعتبروا فنانه. علاش هاد الزجالين كيتم الاقصاء ديالهم؟ تا هما خصهم تكون عندهم بطاقه فنيه كباقي الفنانين، وتقام مهرجانات باعلى المستويات اللي كتقام للفنانين والمغنيين اللي كيجوا ربما من عوالم اخرى مثلا اللي كيخسروا فيها واحد الميزانيه اللي هي كبيره للغايه. حنا بغينا هاد الزجاله وهاد الشعراء يعطيهم المكانه ديالهم والقيمه ديالهم، لان كما يعرف قديما كان الشاعر عنده واحد القيمه ديالو، الهبه ديالو. كتلقى فارس مغوار عنده الجواد ديالو هذه وهذيك، ودائما كيكون هو محبوب، وهو اللي كتكون عنده الكلمه الاولى قبل من الغناء، لان الشعر ظهر قبل من الغناء. عاد ملي كان الشعر عاد ولا اللحن ولا الغناء وعده المسائل هذه. دونك الايه دابا تقلبت راسا عن عقب. حنا بغينا هاد الزجال يطرد لهم الاعتبار ديالهم حتى هما، ودار لهم مهرجانات اخرى. ومره اخرى كنشكر المسؤولين على هذا المهرجان وكنشكركم طبعا. شكرا جزيلا.